السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأمير هاشم على عتبة الأضواء الملكية في الأردن. صعد الأمير هاشم بن عبد الله الثاني إلى واجهة المسؤوليات في قصر الحكم بالأردن بعدما أدى للمرة الأولى اليمين الدستوري نائبا للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أثر مغادرته للبلاد للمشاركة في قمة مصرية أردنية وفلسطينية عقدت في مدينة العلمين المصرية. وجرت العادة في السنوات الماضية أن يؤدي أشقاء العاهل الأردني من الأمراء اليمين الدستوري كنواب للملك، لكن منذ سنوات يحاول الملك عبد الله الثاني حصر هذه المسؤولية في عائلته الصغيرة لاعتبارات تتعلق بترتيبات ولاية العهد، وخاصة بعد زواج ولي العهد الأمير الحسين في يونيو الماضي، وتدرجت في المسؤولية. ويقول مراقبون أنه تم التدرج في توزيع المسؤولية بإظهار الأمير هاشم قبل تعيينه نائبا للملك من خلال حضوره اجتماعات ملكية ومرافقته للعاهل الأردني في لقاءات عدة خارجية بعد زيارة أسبانيا ومراكمة احتكاكه بالوضع الداخلي بشكل مقصود ومحسوب. ولكن الأضواء سلطت عليه أكثر حينما ظهر في حفل زفاف شقيقه ولي العهد الأمير الحسين وهو يرافق الأميرة رجوة خالد آل سيف إلى القصر لعقد القران. وتعد نيابة الملك أمرا دستوريا واعتياديا في حال غياب العاهل الأردني وولي عهده، وهي ليست محصورة في العائلة الحاكمة إذ يمكن استنادها إلى رئيس الوزراء، لكن مع زفاف ولي العهد الأمير الحسين بات في حكم المؤكد أن يكون هناك تغيير على ترتيبات ولية العهد وخلافة العرش، الأمر الذي يفسر تركيز الأضواء على الأمير هاشم المرشح لأن يكون وليا للعهد في حال تسليم شقيقه الأمير الحسين الحكم بعد والده. ونتعرف من هو الأمير هاشم. الأمير هاشم هو النجل الثاني للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا من الذكور بعد ولي العهد الأمير الحسين، وولد في 30 من يناير عام 2005، واشترك في يوم ميلاده مع الملك عبد الله الثاني. وفي يوم يونيو الماضي تخرج الأمير هاشم من مرحلة الثانوية العامة، وظهر الأمير هاشم بن عبد الله الثاني بالزي العسكري للمرة الأولى خلال الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية احتفالا بمناسبة الذكرى الأولى لمئوية تأسيس الدولة الأردنية عام 2021. ومن زياراته الخارجية حضوره سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج عام 2022. وعن الممارسات الدستورية، في عام 2018 أثير جدل واسع في الأردن أثر غياب الملك عبد الله الثاني عن البلاد لمدة 40 يوما، وهو ما دفعه لاحقا للحديث عن أن سبب غيابه يرتبط بإجراءه محادثات مع الرئيس الأمريكي وأركان إدارته والكونجرس ومسؤولين اقتصاديين في الولايات المتحدة. ورد الملك عبد الله على الإشاعات التي أثيرت في حينها، وانتقد الصالونات السياسية والغرف المغلقة التي تولد هذه الإشاعات وترويجها على منصات التواصل الاجتماعي. ووفقا للدستور الأردني فإنه يحق للملك بموجب المادة 23 إذا اعتزم مغادرة البلد فإنه يعين بإرادة ملكية نائبا له أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه. وتشترط المادة في حال غياب الملك أكثر من 4 أشهر عقد اجتماع فوري لمجلس الأمة لينظر في الأمر. ووفق الدستور يقسم نائب الملك أمام مجلس الوزراء بأن يحافظ على الدستور وأن يخلص للوطن والأمة. وعلى رغم اشتراط الدستور ألا يقل سن نائب الملك عن 30 سنة، إلا أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان أكمل عام 18 من عمره، ويعطي الملك لنائبه الحق في ممارسة الصلاحيات كافة باستثناء إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات، وحقه في تعيين رئيس الوزراء وإقالتهم وقبول استقالتهم. ودي كانت تفاصيل النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.